وبتبدأ أحداث الفيلم ببنت صغيرة اسمها ألمة، وهي واقفة عند نقطة بداية السباق ولابسة جزمة مقطوعة ومقاسها كبير جدا عليها. لكن مع ذلك البنت دي كانت شاطرة وسريعة جدا عن باقي زمايلها. وفي الوقت ده بنشوف باباها هيكتور وهو بيجري ورايح لها المدرسة، وبنلاحظ إن عنده نسبة إعاقة، ومع ذلك ألمة اتولدت عادية جدا، يعني ما عندهاش أي مشاكل ولا عقد إن أبوها راجل معاق ومختلف عن باقي الناس التانيين. وبعد شوية بيوصل هيكتور عند سور المدرسة وبيفضل يشجع بنته اللي طلعت المركز الأول في السباق، وكان باين عليه طاير من الفرحة ومش مصدق نفسه. لكن فجأة ألمة بتقرب منه وبتفكره إن المدرسة بتاعتها محذراه إنه ما يجيش المدرسة أبدا، وده لأن المدرسة كانت خايفة على ألمة إن زمايلها يعايروها بابوها لأنه معاق. وبالفعل بيمشي هيكتور من المدرسة، وبنعرف إنه شغال في مزرعة كلاب، وكان واضح إنه حزين جدا على كلب في إيده كان مريض وعجوز ومحدش عاوز يشتريه ولا يتبناه. وقد إيه كان هيكتور إنسان رحيم وقلبه أبيض جدا. بس تعالوا بينا نرجع مرة تانية لألمة، واللي كانت المدرسة بتعلن فوزها بالمركز الأول وإنها ترشحت علشان تمثل المدرسة في البطولة الجاية. لكن تعالوا بينا نلاحظ ضابط كان واقف على باب المدرسة اسمه سيرجيو، واللي كان مستني بنته وبياخدها في إيده وبيركب العربية. في اللحظة دي كانت ألمة طالعة من باب المدرسة وبتسلم على باباها اللي كان واضح إنه هيتبنى الكلب اللي قلنا عليه عجوز ومريض. وبعدها بنشوف هيكتور وهو ساحب عربيته الخضار بتاعته ومركب فيها بنته وبتفرحه وبتقوله إنها كسبت في السباق وطلعت المركز الأول. وبعدها بشوية بيوصلوا الاتنين لمصنع مهجور كانوا بيلعبوا فيه مع بعض، وكان واضح كده إن هيكتور بيدرب بنته في نفس المصنع ده، وكان ماسك ساعة الحكم، وده علشان تكسب المسابقة اللي جاية. لكن ساعتها بتقوله إن جزمتها مقطوعة وكمان كبيرة عليها جدا، وده مخليها بطيئة حبتين وسط زمايلها، فوعدها إنه هيخيطها لها قريب جدا. وبعدها ألمة كملت جري جوه المكان، وبعد ما خلصوا بنشوفهم وهم راجعين للبيت وبيقفوا عند محل أحذية، وكان واضح إن في كوتش معروض عجبهم جدا، وهيكتور كانت عينيه بتلمع على نفس الكوتش ده. لكن ألمة بتقوله إنه أكيد سعره غالي جدا وما كانتش عاوزة تتقل على أبوها. وبعدها هيكتور قرر انه يشيلها على ايده علشان ما تتعبش وهي ماشية بجزمتها اللي كانت مقطوعة. وألمة كانت فاكرة انهم راجعين للبيت، لكنه بيقول لها انه عامل لها مفاجأة هتعجبها جدا. وبالفعل بيعدوا على جدتها ماريا اللي كانت والدة هيكتور، وساعتها بيدخلوا يقعدوا معاها، وبنلاحظ ان هيكتور بيلزق جزمة ألمة بشريط لزق. ورغم كده البنت كانت مبسوطة وراضية جدا، وده لانها عارفة ان ابوها مش معاه يجيب لها جزمة في الوقت الحالي. وبعدها بنشوف هيكتور وهو بيساعدها انها تغسل سنانها، وكان واضح ان البنت يتيمة الام وهو اللي بيربيها، فبيحاول انه طول الوقت يعوضها عن فقدان امها. وفي صباح اليوم التالي بنشوف هيكتور واقف على عربية الخضار وبيلقط رزقه، وبتيجي واحدة تشتري منه اسمها سارة وكان معاها ابنها في ايدها. لكن فجأة شرطة الهجرة بتقرب من المكان وبيسألوا سارة عن اوراقها، وكان واضح كده انه شاكين فيها انها دخلت المدينة بشكل غير شرعي. وفجأة الشرطة اتلخمت في واحد تاني كان معدي جنب سارة، وفي اللحظة دي سارة استغلت الفرصة وهربت فورا، وهيكتور ساعدها ورفض انه ياخد منها حساب الخضار. وبعدها بثواني هيكتور استأذن من سارة انها تاخد بالها من عربية الخضار، وقرر انه يدخل محل الأحذية يشتري الكوتش اللي كان عاجب بنته امبارح. لكنه بيتصدم ان الضابط سيرجيو كان طالع من المحل واشترى لبنته نفس الكوتش ده. فحاول هيكتور انه يقول لهم انه كان داخل يشتري نفس الكوتش ده لبنته لانه كان عاجبها جدا ونفسها فيه. وساعتها سيرجيو بيقرف منه وبيزقه وبيرميه على الأرض وبيسيبه وبيمشي. ورغم إن بنت سيرجيو ما كانتش موافقة على اللي أبوها عمله، لكنه بياخدها من إيديها غصب عنها وبيركبها العربية في الكرسي اللي ورا. وقبل ما العربية تتحرك بشوية نزلت بنت سيرجيو من غير ما حد ياخد باله ويحس بيها. وفي اللحظة دي هيكتور كان حزين جدا وبيسأل صاحبة المحل عن الكوتش اللي كان عاجب بنته ألمة، لكنها بتعتذر له وبتقول له إن سيرجيو أخد آخر قطعة من الكوتش ده. بس تعالوا بينا نلاحظ بنت سيرجيو وهي راجعة تجري مرة تانية في اتجاه هيكتور علشان تعتذر له وتديله الكوتش لأنه كان صعبان جدا عليها. وساعتها كان هيكتور في طريقه للمصنع المهجور، ومعاه سارة لسه مكملة معاه في نفس الطريق، واللي كانت حاسة
حاسة إن المصنع ده هيبقى مأوى كويس جدا ليها لحين ما ترتب ورق الهجرة وتقنن وجودها في المدينة. لكن بنتصدم ببنت سيرجيو وهي بتجري وراهم وبتقلع الكوتش علشان تديه لهيكتور، بس للأسف بتقع من مكان عالي جدا من غير ما حد يلمسها وبتموت في الحال. في اللحظة دي سارة بتقرب منها وبتجري عليها علشان تطلب الإسعاف، وطلبت من هيكتور إنه ما يلمسهاش أبدا عشان البصمات. لكن هيكتور كان مخه على قده شوية وشال البنت وطلع يجري بيها على الطريق على أمل إنه يلاقي أي عربية تنقلهم بسرعة للمستشفى. لكنه بيتصدم بدورية شرطة قدروا يتعرفوا فورا على البنت وقدموا بلاغ، وحضر سيرجيو فورا اللي وصل ولقى بنته غرقانة في دمها ومرمية على الأرض. وبعدها الشرطة قبضوا فورا على هيكتور وفضلوا يعذبوه علشان يعترف بجريمته رغم إنه كان بيحلف إنه بريء. في الوقت ده كانت ألمة طالعة خلاص من المدرسة ومستنية أبوها يجي ياخدها كالعادة، لكن ساعتها هيكتور كان مطحون ضرب على جريمة هو أصلا ما عملهاش، والضباط قرروا يمضوه على اعتراف بأنه هو اللي خلص على البنت علشان ينتقم من الضابط اللي ضربه قدام الناس كلها. وللأسف هيكتور في النهاية بيمضي، وبعدها بساعات بنشوف ألمة نايمة على رجل جدتها بالقرب من مركز الشرطة اللي هيكتور كان محجوز فيه، وفضلت تتحايل على الضابط علشان تشوف ابنها هيكتور أو تطمن عليه، وده لأنه طبعا معاق. لكن للأسف الضابط كان رافض بشدة. وفي اللحظة دي بيظهر هيكتور وهو بيصرخ وبينادي على أمه وبنته، وبعدها العساكر بيطلعوه على عربية الترحيلات، وألمة بتشوفه وبتطلع تجري ورا العربية وبتقوله ما تسيبنيش، وده لأنها ما كانش ليها غيره في الدنيا. وبعدها بنشوف هيكتور بيتفحص عند بوابة السجن، لكن مأمور السجن أول ما شافه ولاحظ إنه معاق طلب نقله فورا لسجن الولاية، وده لأن السجن ده كان مشدد وممكن المساجين ياكلوه جوه. وبكل براءة بنسمع هيكتور وهو بيستأذن من مأمور السجن علشان يمشي، والكل كان مستغرب لأنه معاق وعمال بيضحك عليه. بس تعالوا بينا نسمع مأمور السجن وهو بيحذر الضابط وبيأمره وبيقوله يا ريت محدش يعرف جريمة هيكتور، وده لأن المساجين ممكن تنتقم منه لأنه خلص على بنت صغيرة. وفي النهاية بيدخل هيكتور نفس السجن ده وبدأت عملية التفتيش، وأخيرا لبس بدلة السجن. وأثناء مروره على الزنازين كانت المساجين في حالة هيجان غريب جدا، والكل عمال يبصله وعاوزين يهجموا عليه شبه الكلاب المسعورة. وبعدها بنرجع لسارة الشاهدة الوحيدة على براءة هيكتور، واللي كانت بتتفق مع سواق علشان يهربها بره اسبانيا قبل ما شرطة الهجرة تمسكها وتسجنها، وكمان قبل ما تتورط في حوار هيكتور. المهم بنشوف هيكتور وهو داخل الزنزانة وبيقابل شخص اسمه تايجر، واحد من أخطر المساجين جوه السجن. وبيتصدم تايجر لما بيشوف واحد معاق داخل الزنزانة، وبيفضل يصرخ في وش هيكتور لحد ما بيقرب منهم عسكري وبيأكد على تايجر إن هيكتور هيكون معاهم في نفس الزنزانة. لكن طبعا تايجر كان معترض جدا، وبعدها بيدخل العسكري ورا تايجر وبيحاول يتفاهم معاه وبيقوله إن دي أوامر عليا إن هيكتور يكون معاه في نفس الزنزانة. وبكده بنفهم إن الضابط سيرجيو كان بيخطط إنه ينتقم من هيكتور ويسلط عليه تايجر ورجالته جوه السجن علشان يخلصوا عليه. وأخيرا بيدخل هيكتور للزنزانة وبياخد المرتبة في إيده علشان يحطها على سرير من السراير. في اللحظة دي كانت بنته ألمة مع جدتها بتسرح لها شعرها، وألمة بتقول لها إن باباها وحشها جدا. بس تعالوا بينا نرجع مرة تانية لهيكتور اللي يا عيني فرش المرتبة ونام على الأرض من التعب، وفجأة المساجين سحبوه من رجليه ودخلوه الحمام بالإجبار علشان يلاقي تايجر واقف في وشه، وشكلهم كده عاملين له حفلة استقبال أو زي ما بيقولوا عليها في السجن التشريفة. وبعدها بيسأل تايجر عن جناية هيكتور، وهنا بيتصدموا بأنه خلص على بنته صغيرة. وحاول هيكتور يحلف لهم بأنه مظلوم، لكنه ما كملش كلامه ونزلوا فيه ضرب كلهم وداسوا عليه كلهم برجليهم. وهيكتور شكله كده مش هيعدي عليه نهار كمان جوه السجن وهيكون ميت. وبعدها بساعة تقريبا انتقل هيكتور لمستشفى السجن وهو في حالة خطيرة جدا، والدكتور بيقول لهم ان دي معجزة اصلا انه لسه عايش وبيتنفس. وبعدها بنرجع لسيرجيو واللي كان بيعمل اتصالاته وبيصرخ في ضابط من الضباط وبيأمره ان لازم المساجين تخلص فورا على هيكتور وينال جزاؤه، وده عشان ياخد طاره
وناره على بنته تبرد. وكل الاتفاقات دي طبعا كانت هتتم من غير ما مأمور السجن يعرف أي حاجة. المهم بنشوف قائد الحرس داخل على تايجر وبيقوله إن من إمتى بقيتوا قدوة وبتحاسبوا الناس على جرايمهم وانتوا أصلا مجرمين. وكان واضح فعلا إن تايجر أخطر مجرم في السجن، لدرجة إن الحرس ما كانوش قادرين يقربوله ولا يحاسبوه على أي حاجة بيعملها. بس تعالوا بينا نرجع مرة تانية لألما، واللي كانت نايمة في حضن جدتها ومش قادرة تبطل تفكير في أبوها. ومرت الأيام وبنشوف هيكتور مرة تانية راجع لزنزانته، وساعتها بنلاحظ وجود راجل عجوز في الزنزانة واسمه إيفان، واللي كان متابع اللي بيحصل وحاسس إن هيكتور مظلوم والدنيا جاية عليه. وكان باين على إيفان إن طول الوقت كان سارح وفي ملكوت تاني، وشكله كده هو كمان حكايته حكاية. وفجأة بيتفتح باب الزنزانة وبيدخل منها هيكتور وبيقف قدام تايجر كأنه بيتحداه. وساعتها تايجر بيغضب وكان قايم عليه وهيضربه مرة تانية، لكن المساجين في الزنزانة بيهدوا الدنيا بينهم عشان الحراس محذرينهم من أي مشاكل. وبعدها بشوية بيخرج هيكتور يتفرج على ماتش كورة جوه السجن، ولما بتحصل خناقة بيجري فورا يقف في النص وبيسلك بين المساجين بشكل غريب جدا كأنه مولود وسطهم من سنين. وبعدها بيحل المشكلة بينهم وبياخد الكورة وبيكملوا لعب. وتقريبا كده هيكتور عاوز يندمج جوه المكان ويعمل لنفسه شعبية جوه السجن عشان محدش يضربه ولا يعتدي عليه كل شوية. وبعدها بيقرب من واحد كان ماسك كراسة وبيستأذنه عشان ياخد منه ورقة، وبالفعل بيدخل هيكتور وبيكتب جواب لبنته ألما علشان يطمنها انه بخير ومسيره يرجع لها في يوم من الايام. وبعدها بنشوف هيكتور وهو شغال بايده واسنانه جوه السجن وبيغسل هدوم المساجين كلهم وكمان بيوزعها عليهم بعد ما بتنشف، لحد ما بيوصل عند تايجر وبيديه هدومه وهو مش خايف منه. وبدأ هيكتور ينسجم مع المكان شوية شوية ويعمل لنفسه شعبية جوه السجن ما كانش يحلم بيها. وبعدها بنشوفه وهو بيدي رسالة لحارس السجن علشان يوصلها لبنته، لكن للأسف حارس السجن بيستهين بيه وبيقطعها، وتايجر بياخد باله من اللي الحارس بيعمله وشكله كده هيبدأ يتعاطف مع هيكتور. وتعالوا بينا ندخل الزنزانة لهيكتور، واللي كان بيجيب الفيران وبيتكلم معاها وبيشكلها همومه من كتر ما كان حاسس بالوحدة، وبيجيب زرعة وبيحطها في الشباك. وفي اللحظات دي ألما بتجري وبتتدرب علشان المسابقة الوطنية اللي هي اتأهلت فيها، وكانت جدتها بتشكي للمحامية وبتقول لها إن ألما رافضة ترجع للمدرسة مرة تانية غير يوم المسابقة النهائية بس. لكن المحامية بتنادي عليها وبتوعدها بإنها لو رجعت المدرسة هتاخدها معاها تزور باباها في السجن. وفي صباح اليوم التالي بنشوف ألما رايحة تزور أبوها في السجن مع المحامية، لكنهم بيتصدموا إن الزيارة ممنوعة عليهم. لكن ساعتها المحامية بتطلع ورق وبتحاول تفهم الحارس إن لسه في استئناف في المحكمة ومن حقهم يزوروا هيكتور اللي لسه ما خدش حكم نهائي بالإعدام. وبنلاحظ ألما وهي بتتسحب وسط الزحمة وبتجري على الممر اللي كان قريب من عنابر السجن، وأخيرا نجحت إنها تدخل وتهرب من الحراس، وفضلت تنادي على أبوها بأعلى صوتها. وساعتها الصوت بيوصل لهيكتور واللي بيجري فورا في اتجاه السور لما بيحس إن الصوت جاي من وراه. وفي مشهد يقطع القلب بنشوف هيكتور بيتكلم مع بنته ومش قادر يمسك دموعه، وفي بينهم سور، وكان نفسه ياخدها في حضنه ويلمسها، لكن للأسف الدنيا كلها كانت ضدهم. وساعتها المساجين كانوا مستغربين جدا ازاي اب بالحنية دي كلها ومتهم في جريمة موت بنت من سن بنته. وفجأة بيظهر حارس من حراس السجن وهو بيسحب ألما غصب عنها، والمساجين كانوا جوه السجن غضبانين جدا من جحود الحراس اللي منعوا بنت انها تطمن على ابوها وتزوره. وساعتها بيدخل حارس السجن وبيختار هيكتور وبيضربه بعنف شديد عشان يكون عبرة لكل المساجين ويمسكوا أعصابهم شوية. وبعدها المساجين بتشيل هيكتور وبيدخلوه جوه الزنزانة وهو بيعيط وجسمه كله كدمات. بس تعالوا بينا نرجع مرة تانية لألما واللي كانت بتلعب في المصنع المهجور، وبالصدفة بتقابل ابن سارة المهاجرة غير الشرعية اللي كانت في أول القصة. وبالصدفة الولد ده بيعرف من ألما إن أبوها مسجون ويبقى هيكتور اللي ساعدهم زمان. وبالفعل
قال لها إن أبوها ما عملش أي حاجة وحشة يستاهل عليها السجن، وكمان قال لها إن المصنع المهجور ده أبوها هو اللي دلهم عليه علشان يستخبوا فيه من شرطة الهجرة. وفي نهاية اليوم بنشوف ألمة قاعدة تتعشى مع جدتها وبتقول لها أنا ليه مش زي بقية الأطفال اللي حواليا وما عنديش أب وأم أعيش معاهم. والبنت كان كلامها مؤثر جدا ويقطع القلب. المهم بنرجع مرة تانية لهيكتور اللي كان لسه نايم على السرير وجسمه متكسر وكله كدمات من الضرب، وبيقرب منه تايجر وبيسأله مين اللي بياخد باله دلوقتي من بنتك الصغيرة وبيربيها. فبيرد عليه هيكتور وبيقوله إن ألمة عايشة مع جدتها وده لأن مراته ماتت من زمان. في اللحظة دي تايجر بياخده الفضول وبيسأله إزاي واحد في حالتك يتعرف على واحدة ويتجوزها. فبيقوله هيكتور إن مراته كانت جميلة جدا وكانت بتحب روحه وقلبه الابيض وما كانتش بصة اطلاقا لشكله ولا اعاقته. وفي نص الليل بنشوف واحد داخل الزنزانة ومعاه سكينة وعاوز يخلص على هيكتور، لكن ساعتها تايجر بيمنعه. وللأسف في اللحظة دي هيكتور بيدخل بالصدفة عليهم دورة المية والسكينة بترشق في بطنه والدم بيغرق المكان كله. وفي نهاية اليوم بنشوف أفراد الزنزانة كلهم زعلانين على هيكتور اللي كان خلاص بين الحياة والموت. في اللحظة دي بنسمع تايجر وهو بيقول إنه ما شافش في حياته حد أطيب من هيكتور ومستحيل يصدق التهمة اللي بتتقال عنه دي أبدا، وأكيد الشخص ده مظلوم وبريء وبالتالي لازم يساعدوه في الهروب علشان يعيش مرة تانية مع بنته ويعرف يربيها. وفي صباح اليوم التالي بنشوف سيرجيو رايح مخصوص يقابل مأمور السجن وبيقوله انت عارف طبعا انا اخترت السجن ده بالتحديد ليه، علشان المساجين تنتقم من هيكتور وتخلص عليه. واخيرا سيرجيو طلب من المأمور يخلص على هيكتور بحد اقصى كمان يومين، لكن المأمور قال له اديني مهلة كويسة علشان مش عاوز شوشرة تحصل جوه السجن في الفترة دي، وده لان هيكتور اصبح محبوب من كل المساجين. بس تعالوا بينا نرجع لتايجر واللي كان في زيارة وبيقابل صديق قديم ليه اسمه ناتشو، وشكلهم كده بيتفقوا على مهمة خطيرة جدا. وبالفعل مرت الأيام وبنشوف ناتشو بالقرب من بيت ألمة وشكله كده ناوي على حاجة خطيرة جدا. وبعدها مباشرة بيروحوا الكنيسة وبياخدوا منها تمثال كبير. ومرت الأيام وبنشوف الحراس داخلين بنفس التمثال ده جوه السجن وفضلوا ماشيين بيه لحد ما وصلوا عند الزنزانة اللي فيها تايجر ووقفوا. وطبعا محدش من الحراس كان يتجرأ انه يعترض على دخول التمثال او حتى تفتيشه عند بوابات السجن، وده لان الحاجة دي داخلة لتايجر. وفي اللحظة دي والدة هيكتور كانت خلاص في ساعتها الأخيرة وهي عارفة ان ألمة كانت رايحة تزور ابوها وبتتمنى ان ابوها يخرج بسلام علشان يربيها. واخيرا بتلفظ أنفاسها الأخيرة وبعدها هيكتور بيقوم من النوم علشان يتفاجئ بوجود تمثال جوه الزنزانة، وألمة طالعة من جوه التمثال بشكل غريب جدا وبتجري على أبوها وبتترمي في حضنه. وطبعا ما كانش مصدق إنها بين إيديه ولا كان يتخيل أبدا إن القدر ممكن يخدمهم ويتقابلوا مرة تانية. وساعتها تايجر بينادي على ألمة وبيسألها وبيقول لها انت متأكدة إن الطفل اللي شاف باباكي وقت الحادث قال إنه بريء؟ وده لأن تايجر كان سامع الحوار اللي كان داير بين ألمة وبين أبوها هيكتور. بس تعالوا بينا نرجع مرة تانية لمأمور السجن واللي كان جايله تليفون مهم جدا وبيعرف إن في تمثال دخل جوه السجن. وفعلا الحراس كلهم اتوجهوا ناحية الزنزانة اللي دخل فيها التمثال، وهناك بيتصدموا إن في بنت صغيرة دخلت جوه التمثال لأول مرة في تاريخ السجن، وبالتالي تم نقلها فورا. وبعدها أفراد الزنزانة كلهم اتعرضوا على المأمور وقرر إنه يعاقب كل واحد فيهم يومين في السجن الانفرادي، وده بسبب اللي حصل. وحاول تايجر يوضح للمأمور إن هيكتور بريء وقلبه زي الأطفال بالظبط ومستحيل يموت بنت من دور بنته علشان ينتقم من أبوها أو علشان حتى ياخد منها كوتش ويديه لبنته. ونصحه تايجر وقال له تعالى نطلع بني آدمين ولو لمرة واحدة في حياتنا ونحاول نساعد الشخص ده لأنه معاق ومظلوم، وده عشان يخرج ويربي بنته. والكلام فعلا لمس قلب مأمور السجن. وبعدها بنشوف مأمور السجن بياخد ألمة بنفسه وبيرجعها لبيتها، لكن ألمة بتتصدم لما المحامية بتقول لها إن جدتك ماتت. وألمة كانت مستغربة ببراءة الأطفال، وده لأن جدتها ياما زمان كانت بتوعدها إنها هتفضل معاها ومش هتسيبها.
بس تعالوا بينا نرجع للسجن مرة تانية، وبنشوف إيفان اللي كان طول الوقت سارح وشارد في ملكوت تاني، بس المرة دي قرر إنه يفضفض ويعترف بذنبه لواحد كان معاه في الزنزانة. وبنتصدم بإن إيفان هو حما هيكتور، وبيحكي إيفان إنه في يوم من الأيام راح ياخد بنته لما عرف إنها اتجوزت من راجل معاق وكمان خلفت منه طفلة، وأثناء رجوعهم في العربية عملوا حادثة وماتت مرات هيكتور في الحال. ومرت الأيام وبنشوف هيكتور جوه السجن ومبسوط جدا إن جايله رسالة من ألمة، وساعتها تايجر أخدها وقعد جنبه علشان يقرأها له، لكن للأسف بيقف عند خبر وفاة والدة هيكتور، وساعتها هيكتور بيحس إن أمه ماتت فما بيقدرش يمسك دموعه، وقرر ينام علشان يهرب من الواقع الأليم اللي هو فيه. وبعدها بنرجع لألمة واللي راحت تعيش مع المحامية. وفي الأيام دي سارة كانت خلاص اتفقت مع السواق وهينقلها خارج المدينة بشكل آمن هي وابنها، وده قبل ما شرطة الهجرة تقبض عليها وترميها في السجن. لكن ساعتها بيتم القبض على سارة وهي في الطريق، ومأمور السجن بيستدعيها بنفسه للإدلاء بشهادتها في قضية هيكتور. وبعد مرور أيام بنشوف سارة واقفة قدام المحكمة وبتقول إن هيكتور ساعدهم قبل ما شرطة الهجرة تقبض عليهم، لكن سارة للأسف قالت إن هيكتور خلص على البنت الصغيرة وده علشان ياخد منها الكوتش ويديه لبنته. وفي اللحظة دي ابن سارة كان بيعترض على كلامها وشهادتها الزور، لكن أمه بتاخده من إيده وبتخرج فورا من قاعة المحكمة، وبنعرف إنها عملت كده علشان ما تتورطش أكتر وأكتر وتدخل في صدام مع سيرجيو والد البنت اللي ماتت. وأخيرا بتوصل الأخبار للسجن وبيعرفوا إن سارة شهدت زور على هيكتور ووصلته الحبل المشنقة. في الوقت ده كان تايجر بيدعم هيكتور بشكل غريب وبيوعده إن كل شيء مسيره يبقى تمام ولازم يخرج فورا علشان يربي بنته، خصوصا بعد وفاة جدتها. في اللحظة دي بيدخل مأمور السجن ومعاه الحارس وبيحطوا الكلبشات في ايد هيكتور، وده علشان ياخدوه وينفذوا فيه حكم الإعدام. وساعتها هيكتور كان مرعوب وما كانش قادر يمسك دموعه وحاسس انه خلاص أيامه في الحياة معدودة. وبالفعل بيلبسوه كيس اسود على وشه وبيحطوه في أوضة ضلمة وبيضربوه بالرصاص. ومرت الأيام وبنشوف مأمور السجن شايل صندوق صغير ورايح بنفسه الألمة وبيقدم لها الكوتش اللي كانت بتحلم بيه علشان تشارك بيه في المسابقة. بس تعالوا بينا نرجع بالزمن يومين بالظبط، وبنشوف إيفان وهو واقف مع تايجر، وإيفان بيقوله إنه دمر حياة بنته زمان لما أخدها من جوزها ونفسه تجيله الفرصة ويكفر عن ذنبه. وبالفعل بيروح تايجر يتفق مع مأمور السجن إنهم هياخدوا إيفان ويعدموه بالرصاص مكان هيكتور. وبالفعل بيتقابل هيكتور مع إيفان، وإيفان بياخد منه الكيس الأسود وبيلبسه في راسه، وللأسف تم إعدام إيفان في النهاية. وساعتها هيكتور كان في دفاتر الحكومة خلاص مات وكمان طلعت له شهادة وفاة. وتعالوا بينا نرجع مرة تانية للحاضر علشان نلاقي هيكتور نازل يصرخ بأعلى صوته من العربية وعامل مفاجأة لبنته، وقرر إنه يعيش معاها ويربيها في مكان محدش يعرفهم فيه ويختفوا للأبد. وبكده تكون انتهت أحداث القصة، واستنوني في قصص جاية كتيرة.